سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ شيخنا العمل الكبير دكتور صديق، نرحب بك في هذا المكان، نرحب دائما بأخوان الضيوف، نرحب بكل من زار الرياض من ناحية العلفون، رجال ونساء. كنا قاعدين طبعا كان داعية الأنصر، داعية معاه جماعة ما حد حضر. فبدأ يحضروا بعد البداية هذه بعد المساء والصائب. بدأت جمعية أبناء العلفون بالرياض بالاحتفال بجميع زوار الرياض من أبناء وبنات العلفون، وتكريم من قدم منهم عملا يرفع من شان العلفون في شتى المجالات الثقافية والعلمية والرياضية والصحية. اليوم نكرم أستاذنا الإداري الأول سليمان الطيب منير الذي وثق العلفون في كتابه هلال العلفون، عرض فيه بكل النواحي الرياضية والثقافية والاجتماعية وأحوال الناس في فترة من خمسينات القرن الماضي إلى مطلع هذا القرن. جمعية أبناء العلفون الخيرية بالرياض تأسست في العام 2001، والغرض من تأسيسها ربط أبناء العلفون بالرياض اجتماعيا وثقافيا والعمل على ترفيههم بالمناسبات، وهي تسعى كذلك بصيانة مباني الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية بالعلفون. تعاقب على رئاستها الدكتور عمر الطيب دورة لمدة سنتين، ثم مولانا المعتصم البشير محمد سليمان دورتين 4 سنوات، ثم الدكتور بدر الدين عبد الرحمن السيف دورتين 4 سنوات. وهذه الدورة إن شاء الله ستنتهي بإذن الله في الأول من شوال من هذه السنة 1435. يعني أن تكونوا جاهزين يا جماعة لخطاب الدورة، ومن الحين تفكر في من يمسك رئاسة الجمعية وأعضاء الجمعية من اليوم. قامت الجمعية بتكلفة المركز الصحي بالعلفون بتكلفة إجمالية تعدت 450,000 ريال، وكذلك قامت بالشراكة مع منتدى العلفون بصيانة مدرسة الخليفة بركات في الأساس، وكذلك مدرسة العلفون الثانوية للبنين بتكلفة فاقت 400,000 جنيه سوداني. شراكة مع المنتدى وجمعية أبناء العلفون بالأموال. والآن صدر بداية مشروع بناء مدرسة العلفون الثانوية للبنات الذي تبناه منتدى العلفون شراكة مع ولاية الخرطوم، والتكلفة تقريبا حوالي 2,200,000 ريال سعودي. وعددنا الولاية بدفع 50% من المبلغ، نسأل الله أن يعيننا على جمع هذا المبلغ الكبير. وأظنه ليس كبيرا لو تكاتف أبناء العلفون البارح عددهم في مدينة الرياض فقط أكثر من 900 رجل عالي، زائد المغتربين خارج الرياض وخارج السعودية في الخليج وأوروبا وأمريكا. إخوتي، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكني وقع بإطراحهم على أخونا الشهيد بإذن الله تعالى التجاري محمد علي الشيخ إدريس الذي توفى في الحريق الذي نشب في مسكنه. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. كما ندعو رفيقه في الحريق الأخ محمد الطيب البشير، نسأل الله أن يشفيه شفاء تاما عاجلا غير عاجل، وهو الآن منوم بمستشفى حريم الله، ونسأل الله يتم نقله للمستشفى العسكري بالرياض، ولقد صدر له أمر العلاج في المستشفى العسكري بعد أكثر من 20 يوما. إخوتي، أسمحوا لي أن أختم بهذه القصيدة وهدايا العلفون، وأن تقابلكم بعض الكلمات الغريبة لأنها صيغت بلغة أهلنا في الحديبة، حديبة العلفون طبعا. ولمن لا يعرف هذه اللغة فهي لغة وسط بين اللغة العربية الفصحى واللغة السودانية الدارجة. يعني لو جاتكم كلمة غريبة ممكن تسأل منها. يا عاشقة الحالي أحياك الزمن وبليت من شر إلى شر حسن. حاجات غريبة. تجري وراي مع الفلوس بتمتحن ونسيت أنك من كلمة العالم. كم زرت كم شاهدت أكثر من مدن، لكن قلبي دائما يحفو إلى دين العدل. يا عيلة صبايا
وأحلامي وحبي والشجر، يا من ولدت سماحة وثقافة شعرا وفنا، يا من عبرت على مدى التاريخ أشتات النحل أسأل التاريخ عنها، عن عراقتها وعن من واجه الاستبداد غيرك يا أغلى وطن. ما زال قلبي من فك قلبي يهتف عاشقا جنة عدن جنة عدن جنة عدن. السلام عليكم.